مجد يلعب لابراهيم حسن، ابراهيم حسن يرجع لمحمد فتحي، محمد فتحي بيلم كورته، يلعب واحده طوليه على طول لشكري نجيب لبناهيني، بناهيني جول 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 بناهيني. بقول لحضراتكم ما ظهرش بناهيني، بيكسف كده كل التوقعات وبيسجل بناهيني الهدف الاول. لحظه سرحان للاعبي الاسماعيلي، لحظه سرحان في لاعبي الاسماعيلي بيسجل في اول ربع ساعه دقيقه 12 من الشوط الثاني. بناهيني يجعل المقدمه باللون الاصفر. ادي بناهيني وادي اللعبه اتلعبت وادي جبرين بيستعد للنزول، لكن اتلعبت النادي الاسماعيلي. ادي الهدف اهو، ادي اللعبه ايه، ادي اللعبه ايه، هل فيها وهل ما فيهاش يقدر الاستوديو التحليلي يقول لنا، لكن تحرك وهروب من الرقابه. اهي اللعبه، ادي اللعبه وهروب ويلعبها بشماله حلوه الملعب، لكن تاني وتالت للمصلحه العامه. نتمنى كده يبقى فيه مكان مميز للتعليق. وادي واحده تاني، لسه الكره خطر، لسه الكره خطر وضربه جزاء نحكم عليها في الاستوديو التحليلي مع الزميل العزيز تامر صار. اهو فيها احمد عيد واخد كدمه، فيها بهاء، فيها احمد عيد واخد فيها الثانيه اشك، الاولانيه دي اعتقد فيها، لكن اقدر على رؤيتها استوديو التحليلي، لكن باينه جدا. قرار ابراهيم نور الدين هدف التعادل. احمد عيد عبد الملك من ضربه جزاء تعادل لطلائع الجيش 1-1. هنشوف اللعبه اتلعبت تاني الدقيقه 1، كان ممكن يبقى بينها هدف تاني سريع. هنا بقى الفترة اللي لابد كل مدرب يكلم لعيبته. ادي ضربة الجزاء تاني وادي عواد ايده فيها لكن ما ظبطتش، والركنية رقم 8 لنادي طلائع الجيش. 8 ركنيات لطلائع الجيش مقابل 3 ركنيات للنادي الاسماعيلي. انذار وحيد لبهاء مجدي. مجمل احداث اللقاء